السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم فيديو جديد، اقتراح ديال اليوم. غادي تكون هاد التحليه هذه اللي كتجي سهله، لا في المقادير ديالها ولا في طريقه التحضير، وفي نفس الوقت كتجي بنينه. اول حاجه عندي هنا نص لتر ديال الحليب. الا بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوها، المهم انا درت هنا نص لتر ديال الحليب، درته في كاسرونه وغادي ندير العناصر كامله عاد فاش نشعل البوطه حتى نخلط كل شيء. عندي 2 معالق ديال النشا، 2 معالق كبار ديال النشا، وايضا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال بودره الحليب او الحليب المجفف. بالنسبه للتحليه اللي كيكون فيها الحليب المجفف كتجي بنينه، وفي نفس الوقت لا تيكستور ديالها كيجي زوين، كيجي كريمي. وهنا غادي نضيف 3 المعالق كبار ديال الكوك و2 معالق كبار ديال السكر سنيده. 2 معالق ديال السكر سنيده ما يكونوش عامرين، وبالنسبه للكوك يكونوا عامرين المعالق، يعني 3 المعالق كبار عامرين ديال الكوك، 2 معالق ولكن ما عامرينش ديال السكر سنيده. بالنسبه للحلاوه دائما كتبقى على حسب الذوق، ولكن حنا غادي نستعملوا ديال الشوكولا في الطبقه الثانيه، يعني باش ما تجيناش حلوه بزاف. انا راه هاد 2 معالق ما عامرينش وجاتني حلوه، فمن الاحسن يعني على قد ما قدرنا نقلوا السكر باش تكون عندنا واحد التوازن في يعني في هاد التحليه هذه. بالنسبه للناس اللي كيعجبها السكر فما غتجيهاش حلوه، ب2 معالق غتجيها هي هذيك. انا ما كيتعجبنيش يعني الحلويات يكونوا حلوين بزاف، يعني تكون ديك الحلاوه ديالهم متوازنه. ودائما كيف ما كنقول لكم الناس اذواق. هنا درت 2 ساشي ديال السكر المنسم بالفانيلا. بالنسبه للمعالق راه كنبان، يعني انا كنمونطي في الفيديو كيبان لي كندير بزاف، راه ماشي بزاف ديال المعالق، غير هو المجموع راه نفسه، غير المعلقه ما كتهش مزيان، كيتهز غير النص. مهم العبار راه هو هذاك. بعد ما نسجم الخليط كنت مازال ما شعلت النار حتى كينسجم، وديك الساعه صافي شعلت النار حتى كتوصل لي على هذا القوام هذا، يعني كتبدا يعني كتوصل لدرجه الغليان. صافي كنحبسو غير تغلي، حبسو يعني ما تسناوهاش لا تعقد لا والو، كتولي بحال هكا، يعني القوام كيكون سميك ولكن غير واحد شويه. وهنا كنضيف معلقه صغيره عامره ديال الزبده، ومن الاحسن تكون زبده حيوانيه. هنا صافي حتى كنطفي النار عاد كنضيف الزبده. هنا كبيت هذاك الخليط في كؤوس، وهنا غادي نضيف درت في كاسرونه عفوا درت 80 غرام تقريبا ديال بديل الشوكولا. غنضيف ليها ياغورت طبيعي يعني بدون سكر، لان كيف قلت لكم هذا ماشي شوكولا، يعني غير بديل الشوكولا. الا استعملتوا شوكولاته حقيقيه كان احسن، غير هذه باش تجي يعني سهله وكل شيء متوفر. صافي غادي نديروها غير العافيه تكون ناقصه، وغادي نخلطوا هادشي تتولي عندنا بحال شكل غاناج. ان شاء الله في شي فيديو نشارك معكم طريقه صنع شوكولاته كتشبه الشوكولاته بنوعيه جيده غير في الدار، يعني تستعملوها في الحلويات ديالكم اولا في التحليات اولا في اي حاجه كتبغوا فيها شوكولا من نوعيه جيده. كيف كتعرفوا ان الشوكولاته يعني ارتفع الثمن ديالها بزاف، فنقدروا نصوبوا شي حاجه كتشبه ليها في المذاق ديالها، يعني كيجي داك المذاق زوين بزاف، تقريبا كيشبه الشوكولاته الحقيقيه. ان شاء الله الا بغيتوها خليوها ليا في الكومونتير ونصوبها معكم ان شاء الله، وغادي تعجبكم بزاف. صافي هنا كنبقاو نخلطوا حتى كيولي عندنا كيف قلت لكم بحال غاناج. صافي هنا غادي نطفيو البوطه. بالنسبه للتحليه راه ما كنجيو فين كيوجد لينا هذا الغاناج هذا حتى كتكون صافي، يعني غير بدرجه حراره المطبخ كتكون يعني ولات مزيانه متماسكه، لان نظرا لذاك الكوك والبودره الحليب صافي كتوصل لواحد القوام اللي حنا نقدروا نخويو عليها الشوكولا ويبقاو دوك الطبقات مفرقين على بعضياتهم. صافي كيف كتشوفوا وجد ليا الغاناج. غجره نخوي فوق الطبقه ديال الكريمه ديال الكوك. هنا ما تخافوا ما حتى شي حاجه، لان الطبقه كتكون تماسكات الطبقه الاولى. الا كان الجو يعني سخون وخفتوا انها ما تكون ما تماسكاتش مزيان، فانتوما خليو الشوكولا حتى تبرد، اولا يعني خليوها تبرد شويه ودخلوها للثلاجه. اما الا كان الجو بارد فما غتجيو فين توجدوا الغاناج حتى غتكون صافي، يعني غتجيكم هي هذيك.
كيف كتشوفوا هاد التحليه هذه راه كتجي ساهله، لا في التحضير ديالها ولا في المقادير ايضا، ما يعني مفيهاش شي مقادير اللي هي كثيره، ولكن كتجي بنينه بزاف. انا خليتها بردات بدرجه حراره المطبخ، غادي ندخلها للثلاجه غير واحد 3 سوايع اولا ساعتين، المهم غير تبرد، ما عندها شي وقت محدد. وخرجتها زينتها بالفريز وشويه د النعناع وشويه د الكوك. كنتمنى فعلا ان هاد التحليه هذه تجربوها وتعجبكم، خفيفه ظريفه ما فيها لا تماره لا والو. كنتمنى الا عجبتكم تخليو لي كومونتير زوين، واللي ما تابوناش تابونا في القناه، وكنتمنى انني نكون خفيفه على قلوبكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. بسلامه.